إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناة مزرعة الهواري. اليوم حابين نتكلم لكم على واحد الموضوع، ألا وهو تربية الدجاج البياض. شنو هو أفضل سلالات اللي نقدروا نخدموا بها بالنسبة للناس اللي باغا تخدم على هذا المشروع ديال إنتاج البيض كدخل إضافي أو كدخل أساسي. إذا معنا أول سلالة اللي كتعتبر رقم واحد من ناحية إنتاج البيض عالميا، واللي كيخدموا بها المزارع الكبرى، ألا هو سلالة الإيزابرون. هذه السلالة هي اللي كيخدموا بها المزارع الكبرى. بالنسبة لدجاجة الإيزابرون، هي دجاجة فرنسية، تم التهجين ديالها من قبل شركة فرنسية. وبالنسبة للفلوس كيفاش تقدر أنك تحصل عليه، راه يمكن لك تاخدو من عند الفقاصات الكبار اللي موجودين مثلا في المغرب أو في الدول الأخرى العربية، ولا كتشريهم عنده على عمر يوم، وديك الساعات كديماري نتايا. بالنسبة لهاد الدجاجة كتبيض ما بين 280 بيضة حتى ل 330 بيضة سنويا. كاين بعض المزارع كيقدروا يوصلوا حتى ل 350 بيضة عند توفير الظروف المثالية. وبالنسبة لهاد السلالة كتبدا البيض على عمر 4 أشهر ونصف. بالنسبة للثمن باش كيبيعوها الشركات، راه كيتراوح ما بين 4 دراهم حتى ل 8 دراهم على حسب الفترة الزمنية في السنة، حيت كتكون واحد الفترة عليها طلب، واحد الفترة ما كتكونش عليها الطلب. بالنسبه لهاد السلاله، البيض، اللون ديال البيض ديالها كيكون كريمي، اي الشكل ديال البيض اللي كتاخذه من الحانوت. يعني كتبيعو على شكل بيض المائده، يعني خصك تخدمو على واحد العدد كبير باش تقدر انها تخلي لك واحد الهامش ديال الربح. اذا هذه كيف ما قلنا، هذه ديال الايزابرون كتبقى انها دجاج هجين، يعني ما تقدرش انك تخدم عليها او تنتجها عندك. يعني وقت ما خصك الفلوس خصك تبقى تشريه من عند الفقاصات الكبار اللي كيدخلوا البيض ديالها من الشركه الفرنسيه. بالنسبه للمناعه ديالها، مناعه ما نقولش لكم مزيانه، مناعه تقدر تكون متوسطه، يعني خصك ديما العنايه ديالك تكون معاك، يكون لي فاكسان ديالك، جميع اللقاحات اللي يمكن لك دير ليها. اذا هذه كتبقى كاول سلاله من ناحيه انتاج البيض عالميا. ما نقدرش نقولوا سلاله، نقولوا هجين. دابا غادي نتكلم لكم على ثاني سلاله. هذه كتعتبر سلاله اللي كتعتبر اول سلاله رقم واحد في البيض عالميا. يعني قلنا في الاول الايزابرون هي ليست بسلاله، هي هجين. ومعنا السلاله الثانيه اللي هي ليجورن ابيض. هاد ليجورن ابيض هي سلاله بياضه بامتياز، حتى هي كتوصل ما بين 280 بيضه حتى 300 بيضه سنويا. كتقدر تحصل عليها من عند المربين. اي واحد مشيتي عنده مثلا عنده سلاله ديال ليجورن اصليه، راه تقدر تحصل عنده على هاد السلاله، حيت هي كتعتبر سلاله. يعني انت فاش كتاخذها راه كتشريها مره واحده صافي، وكتبقى كتنتج منها. يعني عكس الدجاج الايزابرون. الدجاج الايزابرون كيبقى هجين، يعني وقت ما خصك الدجاجه خصك تبقى تشريها من عند الفقاصات الكبار، يعني ما تقدرش انت تنتجها. مقارنه مع الايزابرون، هاد الدجاج ديال لي جور عنده مناعه اقوى من الايزابرون، حتى هو كيتعتبر هادئ بالنسبه للتربيه ديالو. وتقريبا الدجاج ديالو كتاكل بعد البلوغ ديال البيض كتاكل ما بين 80 غرام حتى ل 100 غرام. الشكل ديالها كيكون ابيض بالكامل، شكل الدجاجه كيكون ابيض بالكامل، وكذلك اللون ديال البيض ديالها كيكون ابيض بالكامل، على عكس دجاج الايزابراون. يعني الا قدرتي تخدم على لي جون ابيض كبيض المائده، راه تبيعو على اساس انه بيض بلدي، يعني غتبيعوه بثمن طالع على بيض الايزابراون. اذا كان هذا هو الموضوع ديال الفيديو. بالنسبه لهاد الجوج كيتعتبروا هما افضل سلالات من ناحيه انتاج البيض. بالنسبه اللي بغى يخدم على انتاج البيض، راه خصو وحده من هاد السلالات، وانا كنفضل ان بنادم يبدا بالايزابراون، حيت كتعطي واحد الانتاج ديال البيض عالي. ثاني حاجه ان البيض المائده مطلوب في السوق، يعني انت تقدر تنتج البيض بالنسبه للمستهلك، راه غيجي عندك حتى للدار، حتى البلاصه فين كتنتج، حيت البيض مطلوب. كاين خصاص البيض في المغرب كامل، يعني كتنتج واحد الحاجه اللي المستهلك باغيها. ما تقدرش بالنسبه للتسويق، راه تقدر تدوي مع مستهلك اول مره صافي راه يبقى يجي عندك مثلا حتى للدار، كيبقى ياخذ عندك الجمال مثلا السلعه اللي كتوجد. على عكس الا كان عندك بيض بلدي ولا شي حاجه، راه خصك انت تبقى تمشي وتسوق ليه بيدك. اذا كان هذا هو الموضوع ديال الفيديو. اللي عجبو المحتوى ديالنا ما ينساش يدير معنا واحد اللايك، ويخلي لنا سبسكرايب في القناه. اذا كان هذا هو المحتوى ديال هذا الفيديو، اللي عجبو المحتوى ما ينساش يدير واحد اللايك ويتابعنا على القناه باش يوصلوا اي جديد كنبارطاجيو، اي معلومه راه ما كنبخلوش عليكم بها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.